ربنا سبحانه وتعالى أعطى هذه النعمة للأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية أمة واحدة تجمعها عقيدة واحدة ولها رسول واحد وقبلة واحدة، وبالتالي لا يجوز التمييز بين شعب وشعب آخر فيها. يعني في السعودية كدولة اللي ساكن في السعودية ومواطن يعتبر له حقوق أكثر من إيش؟ الوافد، وهذا ما بيجوز. المسلم أخو المسلم يعني يجب أن يكون متساوي معه في الحقوق. فالنظرة الفوقية هذه نظرة عنصرية، إنه والله ابن السعودية يعني له النفط، اللي غير السعودية ما لهش النفط. ليش يا عمي؟ الإسلام ساوى بين المسلمين، ساوى بين بلال وأبو ذر، وبالعكس لما أخطأ بلال بحق أبو ذر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحق لأصحابه، وأجى أبو ذر يعتذر وحط خده على التراب وقال له تعال ادعس على خدي. ما يدل على أن الإسلام صارم في موضوع المساواة في إعطاء المنافع للمسلمين. فيش فرق بين عربي على أعجمي إلا بالتقوى، والمقياس التفاضل هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش من هو عربي منكم أو من هو سعودي أو من هو كذا. هذه مفاهيم ومقاييس معروفة وثابتة، والمفروض أنه يحترموها حكام آل سعود، مش أنهم يأخذوا الهبر ويتركوا للناس الفتات. أضف إلى ذلك أنه يعني في لفقراء المسلمين حق في أموالهم، وهذه الأموال مش لهم أصلا، مردودة لهذول الفقراء، وبالتالي الدولة في هذه الحالة بتكون مغتصبة حقوق الملايين من المسلمين لصالح مجموعة صغيرة. أضف إلى ذلك أنه الاستفادة من هذه الثروات في 90% منها بروح للكفار. يعني هم حرموا المسلمين من الفائدة، وراح أعطوا لشركات الأجنبية حقوق وامتيازات التنقيب والاستخراج والتكرير، وبالتالي برميل النفط اللي ثمنه $50 أمريكا والشركات